اليوم راح نسولف شويه، اليوم راح نحكي جديات. الموضوع حساس كلش. من صارت مشكله بين اخوان لازم نحكي. احنا العراقيين من رب العالمين خلقنا نسيج واحد، ناس تكمل ناس. احنا نتميز عن كل بلدان العالم بشيء واحد، انه كل البلدان بها قوميه او قوميتين، 3 4 ما متوالمين تلقاهم. احنا لا، وعينا على الدنيا مثل الصعد بكيه، ما يعرف منه اللي بصفه منين ما منين، بس مستعد يدفع له الكروه اذا ما كان شايل، وينزل يساعده اذا كانت وياه شياس وعلاليق وغراض، بدون ما تساله منين وشنو وليش. يعني سوالف الطائفيه العرقيه والقوميه والدينيه يعني والله عيب، يعني خلوها ورانا شويه، ترى راح نزفنا دم هوايه وبكينا هوايه ودفنا هوايه من احبابنا. كافي ندفن، والله كافي ندفن يا اخي. خلونا نسمع بواحد ميت موتة الله. نريد نصعد البناء اللي فوق، نريد العراق يصير احلى بلد بالمنطقه. شبابنا كافي عاد هذا التوتر اللي بيناتنا. خلينا نشوف السياسيين شنو معدننا الحقيقي، الرافض الكل سيء ومسيء. معدننا الحقيقي اللي لازم نشوفهم اياه هو اللي يحب العراق من زاخو للفاو. ترى السفره ما تكمل الا بلبن اربيل وبرتقال دياله وتمر البصره وخبز الرمادي ودهينه النجف. احنا مثل الشجره اذا انقص منها فرع واحد تخرب. لا تخلون الاجيال الجايه تضحك علينا. خلوهم يقولون علينا كان جيل واعي ومثقف وعرف شلون يتصرف. خلونا نكتب التاريخ. كل من موقعه يقدم احسن ما عنده البلد. من تشتغل باي شيء كان ولو بسيط، خلي حبك لوطنك فوق كل شيء وانت تشتغل. حط ايدك بيد صاحبك وجيرانك واخوك بن عمك وابني هالوطن. كافي دمار، كافي تعبنا والله. المخطئ خلينا علمه غلطه، ما نحتقره وننبذه، بالعكس نحتضنه ونربيه. يعني على الاقل ربما نقدر نصحى ثاني يوم الصبح وما نلقى دم بالشارع، او ما نلقى انفجار، او ما نلقى شباب ميته. هذا اللي نريده. شو نريد احنا هسه بعد؟ كل شيء ما نريد. وخليكم ويا هذا الفيديو اللي شاركونا به مجموعه من الشباب، لا على التعيين، متطوعين مجرد انه رادوا يوصلون فكرتهم ويوصلون للعالم ويحجون ويقولون انه احنا ضد هذا الموضوع، احنا ضد الطائفيه، واحنا ضد التفرقه بيناتنا، لانه الله خلقنا واحد، مو بكيفنا هذه السالفه. ما نعترض على حكم رب العالمين. سني، شيعي، مسيحي، كردي، صابئي، مندائي. ما هي ايجابيات وسلبيات الحرب الطائفيه؟ احب اوجه سؤال ليثيرون الطائفيه، ايش راح تستفادون؟ وشنو الزينيه اللي راح تجنوها؟ تتوقعون هن كانوا يفكرون بهالمواضيع مثل هسه احنا؟ كلهم يكونون ايد وحده وقبضه وحده. لو نفكر ما راح نلقى بيها ولا نقطه ايجابيه. اتحدى اي اصبع يقدر يعوف الايد هذه ويعيش مثل ما كان بنفس القوه. كم ام حينكسر قلبها وتنزل دمعتها، وكم طفل حيتيتم. اما ايجابيات الحرب الطائفيه ماكو اي شيء زين، ماكو اي شيء زين بيها. وشنو توقعاتكم للجيل اللي راح يجي ورانا؟ ايد وحده وما يقدر احد يفرقنا. واني عراقي ضد الطائفيه. اقسم بالله العظيم ان اكون عراقيا اولا، وانبغض الطائفيه والطائفيين، وان اسعى بكل الطرق لمحاربه الطائفيه الدينيه والعرقيه، وان احافظ على وحده العراق ارضا وشعبا. ارضا وشعبا، لان الدين لله والوطن للجميع.